تحاول أن تدعم الإرهاب للنيل من تركيا، وإن هذه التنمية وهذه القوة الموجودة لدى تركيا ما هي إلا فرصة كبيرة للجميع أيضا، والذين ينزعجون من تركيا فليعلموا جيدا أن هذا البلد هي دولة قادرة على فعل ما يتوجب عليها. وأيضا وإن تركيا ستكافح بكل ما أوتيه من أجل إفشال المحاولات المناوئة لهذا الشعب التركي ولتركيا، وإن تركيا سوف لن تغض الطرف عن الأطراف التي تلعب دور الوساطة وكأنهم مهندسي المسح في المنطقة. وكذلك أيضا نحن سنستمر في المكافحة ضد المنظمة الإرهابية أيضا، ونحن كذلك سنكون عذابا حارقا لكل من يتخذ موقفا عدوانيا تجاه تركيا. إخوتي الأعزاء، أريد أن تعرفوا بشكل جيدا، وخاصة إخواني الذين يشاهدونني على شاشات تلفزيوناتهم، أريدهم أن يعرفوا جيدا هناك بعض المحاولات لتأويل الموضوع بشكل مغاير، وأرى بعض الكتاب أيضا بعض الصحفيين يحاولون أيضا إلحاق ضرر وكأنهم لا ينتمون إلى هذا الشعب وإلى هذا البلد، ويفعلونه بدون استحياء وعار، ورغم أن الإثباتات الرادار وكل شيء كانت موجودة، وأن طائرة استطلاع بدون أسلحة وبهوية مكشوفة، يعني قد تم إسقاط هذه الطائرة. لو كانت الطائرة لها أي نوايا عدوانية لأخفت هويتها ولقد تحركت وفق ذلك، فقد تم إسقاط طائرتنا، طائرة استطلاع، وهي كانت بصدد التدريب، وقد تم إسقاطها، وإن تركيا محقة في هذه القضية وفي هذا الموضوع. إخوتي الأعزاء، إن شرق المنطقة المتوسطية، منطقة البحر الأبيض المتوسطة، هي منطقة حساسة جدا بالنسبة إلى تركيا، ويجب أن تعرفوا هنا بشكل جيد في عموم الشرق البحر الأبيض المتوسطة عندنا بعض الخطوط، كذلك عندنا أيضا خطوط موجودة، وبعض الدول كذلك تمثل مشكلة أيضا في المنطقة. لابد أيضا من القيام بمثل هذه التحليقات الاستطلاعية، هذا أمر طبيعي جدا، وإن هذا الطيران والتحليق الذي قامت طائرتنا كذلك كان في هذا الإطار، وأيضا كان بمثابة كان التحليق لتجريب أيضا الرادارات الجديدة لبلادنا، وإلى جانب ذلك لم نتلقى أي تنذير أو تحذير من الطرف السوري، وقد تم إسقاط وتطبيق هذا الأمر دون التحذير.